بسم الله. أول شي بنحضر القشطة، بننزل لتر حليب وبنشعل النار. أول ما يغلي الحليب بننزل عصير الليمون ونحركها شوي، وهيك بيكون فرط عنا الحليب وبنصفيها. وبعدين بنحطها بمكان بارد. وهلا بنجهز الخليط الثاني، بننزل كمان حليب وبعدها النشا، بنحركهم على البارد كتير منيح. وبعدها بشغل النار وبنضل نحرك لبين ما يتقل عنا القوام، وبنزل عليها شوية من ماء الزهر ونخلطها لآخر مرة. بننزلها بالطاسة وبنحط هاي كمان بمكان بارد. هون عندي ورق البقلاوة طالعها، وهلا بنقسمها ل3 أقسام. راح أفرد القسم الأول بنقسمهم ل3 مربعات. عنا هون المربع وأنا راح أعملهم بهالشكل. بندهن صحن الفرن بشوية سمنة، بنوزعهم بالصحن، بندهنهم كمان بالسمنة. بحط الصينية بالفرن من تحت على درجة حرارة 180. بعد نص ساعة تحمرت عندي الطبقة التحتانية، بنرجعها على الفرن وبنحطها من فوق، وهيك تحمرت عنا الطبقة الفوقانية. هلا ما فينا نحشيها بالقشطة لأنه أول ما نلمسها من فوق رح تتكسر، لهيك بننزل عليها القطر، نستناهم ليرتاحوا شوي وبعدين نحشيهم بالقشطة. الخليط الثاني من القشطة صار جاهز، ننزل عليه الخليط الأول ونخلطهم مع بعض. وهيك القشطة بتكون جاهزة. افتحها من جوا، وهاي هي الوربات بالقشطة.